صراع كروت الجيم ما بين امريكا والكيان وصل للعملات النقديه. ايران بتدرس بجديه السماح لحاملات النفط اللي بتعدي من مضيق هرمز انها تعدي لو دفعت باليوان الصيني. الله، ده تطور خطير يا كينج. لازم ندرس تاثيره على ايران وامريكا والصين وعلى مصر، حيث ان هذا الخبر خلى ناس في مصر كتيره جدا يقولوا لو مصر بقى تعمل بقى قناه السويس بالجنيه، ده احنا هنتنغنغ ونبقى احسن بلد في الدنيا. بالنسبه لايران ده كارت ضغط على امريكا. ايران عارفه ايه اللي بيوجع على امريكا؟ البترو دولار، ان البترول ينزل الاسواق بحاجه غير الدولار فيقل الطلب على الدولار، فقد خلال 7 8 10 سنين العالم يستغنى عن الدولار. دي كارثه بالنسبه لامريكا. اي نعم مصير العالم مرتبط بمصير امريكا، بس نفس الكلام، ما امريكا خايفه برضه على الهيمنه بتاعتها. 2، رد الجميل للعمل الاستخباراتي الصيني. اوعى تعتقد ان استهداف ايران الدقيق الفتره الاخيره ده نابع من التجسس الايراني، لا، ده الدعم الاستخباراتي او اللوجستي اللي بتعمله معاها الصين من ورا لورا كده، ما تظهرش في الصوره الصين عشان ما ينفعش تزعل امريكا. لكن الاستهداف الدقيق الاخير من ايران تجاه المنشآت النفطيه وقواعد الخليج والفنادق اللي عايش فيها المارينز وغيره وغيره وطائرات التزود بالوقود، ده عمل استخبارات الصين. 3، لكن ايران ما تقدرش تزود ده على المستوى الطويل. ايران ما تقدرش انها تحول من الدولار لليوان، ليه؟ تفلس. لان ايران تحتاج انها تجيب سلع تانية من العالم، السلع التانية دي هتحتاجها بالدولار، معهاش دولار فتفلس. فده كارت ضغط على امريكا. طب بالنسبه للصين يا كينج، على المستوى القريب طبعا فرحانه ان العالم ممكن ان هو يعدي الخطوط الحمراء مع امريكا. والهيمنه الامريكيه والدولار والكلام ده كله، ما انا الصين، انا اللي عايز اركب مكان امريكا. فلما ايران تدمر نفسها ما تروح في داهيه، انا مالي. لما ايران هي اللي تعادي امريكا، انا مالي. انا ايران بالنسبه لي كارت ضغط. لكن خلي بالك، على المستوى البعيد الصين ترفض ده. الله، ليه يا كينج؟ ده خير وجاي للصين يا كينج. نقوم نرجع لفيديو اسطوري للكينج اخبرنا فيه ان الصين بمزاجها بتعمل تعويم للعمله بتاعتها عشان تفضل منتجاتها رخيصه في العالم والعالم يشتريها. لو حصل ان في طلب كبير جدا على اليوان الصيني تزداد قيمته، فتزداد قيمه المنتجات الصينيه، فما فيش حد في العالم هيقول قالوا الصين ابعت لي منتجات من عندك عشان رخيصه. ده لعبه خطيره يا كينج طبعا. طب بالنسبه لامريكا يا كينج، بالنسبه لامريكا طبعا خطر، بس مش خطر على الهيمنه الامريكيه. احنا اتفقنا قبل كده ان الهيمنه الامريكيه مصير امريكا مرتبط بالعالم. اما الخطر ليه يا كينج؟ لان ده ممكن يشجع دول العالم الاخرى على انها تعدي الخطوط الحمراء مع امريكا. اتفقنا قبل كده ان امريكا مسيطره على العالم كله بايه؟ بالجيش؟ لا. بالقوه العسكريه؟ لا. بالدولار؟ لا. ايه الحاجه اللي رابطه العالم كله ضد امريكا؟ فير فاكتور، الخوف. البلاد تخاف تاخد خطوات احاديه ضد امريكا. ليه؟ ما حدش هيلحقك، ما حدش هينجدك. لو انت فكر ان ايران دلوقتي مثلا وهي بتستعدي امريكا، حد دخل معاها قال لها انت بتعملي ايه؟ ولا اي حاجه خالص. مساعدات على الحركرك ما ينفعش. لكن ان سقطت احجار الدومينو وقدرت ايران ان هي تزعل امريكا فيما يخص موضوع اليوان وموضوع مضيق هرمز، ده ممكن يجرئ الدول الثانيه على انها تعدي امريكا في حاجات تانية زي التعليم والصناعه والسياسه والقوه العسكريه وغيره وغيره وغيره. وده اللي مخوف امريكا من صعود الصين الاقتصادي. اوعى تعتقد ان الصين لو بقت رقم واحد في العالم في الاقتصاد، الصين دلوقتي 20 تريليون صح؟ الانتاج المحلي، امريكا 30. طب هنفترض ان الصين يا كينج بقت 40 تريليون وامريكا 30، هل كده الصين تركب مكان امريكا في قاره العالم؟ لا. امال ايه اللي رعب امريكا يا كينج من تفوق الصين عليها اقتصاديا؟ لان لما الصين تتفوق على امريكا اقتصاديا في مجال مهم جدا 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 زي الاقتصاد، ده هيكسر حاجز الخوف عند العالم. فالنهارده ممكن تلاقي دوله بتتعدى امريكا تعليميا، وبكره دوله بتتعدى سياسيا، وبعده بيخشوا في البريكس، وبعده بيتعاملوا بالعملات المحليه، وبعده العالم هيتجرأ. عشان كده امريكا مستحيل تسمح لايران بان تنتصر، تطلع من الحرب دي منتصره ولو باي شكل جزئي او كلي. لان الخطر دلوقتي على الهيمنه الامريكيه
عامل الخوف اللي امريكا زرعاه في العالم. انت تتحرك لوحدك كدوله هخلص عليك، زي فنزويلا، وزي ما انا اعتقد ان الفتره الجايه ممكن البرازيل تتحط في الخطه، لان البرازيل عملت اتفاق تاريخي مع الصين بالعملات المحليه بينهم وبين بعض. فده الخطر على امريكا. اما بالنسبه لمصر، مصر بلدنا، مصر ام الدنيا، مصر البلد اللي للاسف الشديد القاسي والداني عايز يوقعها. القاسي والداني بيحمل في قلبه مراره تجاه مصر، وده طبعا ليه سبب، لان مصر دي لو اتحطت في المكان اللي تستحقها مفيش اي بلد في العالم ينفع يتحط اسمها جنب اسم مصر، ما ينفعش. لكن على كل، المصريين دلوقتي بيقولوا ان احنا لازم نتخذ يا جماعه اجراءات في ان احنا نحول قناه السويس من الدولار الى الجنيه، عشان العمله بتاعتنا يا جماعه تبقى زي ايران كده، زي ما بتعمل مع اليوان الصيني. للاسف ده كلام غلط مش صح. ليه كلام غلط مش صح؟ رقم واحد، انت محتاج الدولار، مصر تحتاج الدولار، لان انت عندك فرق ما بين الصادرات والواردات. انت دلوقتي بتستورد اكتر ما بتصدر، فلو انت ما عندكش دولار مش هتعرف تعادل الميزان التجاري ده. انت دلوقتي عليك قروض، الدوله المصريه اخذت قروض علشان تبني محطات كهرباء وبنيه تحتيه وغيره وغيره وغيره. القروض دي محتاجه تدفع بالدولار، فانت لو مش عندك دولار مش هتعرف تدفعها، فهيزداد الفايده بتاعتها، فمشكله. رقم ثلاثة، ركز بقى معايا كويس جدا. لو انا خليت مصر ان السفن تعدي وتديني جنيه، فتخيل معايا كده لو جت سفينه من سريلانكا او من موزمبيق تعدي على مصر، هتعمل ايه؟ هتدينا بقى الجنيه السريلانكي او المشنكاح الموزمبيقي، وتاخد ايه الجنيه المصري تدفع بيه. طب انا كمصر هاخد المشنكاح الموزمبيقي ولا الجنيه السريلانكي اعمل بيه ايه؟ هو سريلانكا دي بتعمل حاجه؟ ولا موزمبيق دي بتعمل حاجه؟ يبقى انا كده كمصر بضر نفسي، يبقى ما ينفعش. رقم أربعة، ما ينفعش مصر تزود قيمة عملتها زيادة عن اللزوم، لأن زي ما اتكلمنا من شوية فيما يخص التعويم، التعويم بيخلي البلاد تصدر كتير، يخلي قيمة عملتك ضعيفة، فالعالم كله يطلب المنتجات منك. فمصر دلوقتي بتحاول انها تزود موضوع التصدير والحاجات دي، فلو زودت قيمة العملة بتاعتها زيادة عن اللزوم هتنخفض الصادرات المصرية اللي هي تعتبر شريان حياه بالنسبه للاقتصاد المصري عشان يواجه التغيرات العالميه والمشاكل الاقتصاديه اللي في العالم. فما ينفعش. في افكار تانية ممكن مصر تعملها عشان تزود اقتصادها، افكار كتيره جدا، لكن مش من ضمنها قناه السويس. لكن في اشكاليه، في افه عندنا، اول ما بتبدا عندنا فكره تتحط في دماغنا بنبدا ندافع عنها بدون ما نعرف يمين الفكره من شمال الفكره، احتمالات الفكره تنفيذها ولا عدم تنفيذها. ايران بتضغط على الهيمنه الامريكيه والبترو دولار بانها بتسمح لحاملات النفط انها تعدي باليوان الصيني. الصين فرحانه ومبسوطه لان ايران بالنسبه لها ليست حليف، لكنها كارت ضغط على امريكا. زي بالظبط ما ايران بتستخدم غزه عشان تكون كارت ضغط ضد الكيان. مفيش حب وكره في السياسه. واسال نفسك في نهايه الفيديو سؤال: في 7 اكتوبر ليه ايران ما اشتركتش في الهجوم ضد الكيان مع غزه؟ ليه؟ مش هم حلفاء؟ مش ايران بتدافع عن غزه؟ ها؟ غزه بالنسبه لايران ليست الا كارت ضغط، زيها زي اللي في اليمن، زيها زي اللي في العراق، زيها زي اللي في لبنان، زيها زي اللي في سوريا. كارت ضغط. ايران مستعده تماما انها تتخلى عنه قصاد امريكا في سبيل ان امريكا تسيب ايران تعيش.